يوم من الشغل بقى وخارجين من الشغل قرفانين ومخنوقين شويه، قلنا نفك على نفسنا. ده بقى صاحبي حسام، قلنا نفك على نفسنا وقلنا نروح فين؟ سيتي سنتر الماظة. نزلنا سيتي سنتر الماظة بقى، المول ده بحبه جدا، واسع وعلى مساحه كبيره. قلنا ننزل السينما نشوف ايه الافلام الموجوده، نختار فيلم حلو وناكل اكله حلوه ونقعد شويه حلوين ونروح. وصلنا عند السينما بقى، من اكتر السينمات اللي بحبها في مصر هي فوكس سينما، من السينمات الحلوه جدا جدا جدا. قاعده مريحه، شاشات حلوه، الجو جوه حلو، الاجواء جميله جوه، فبحب السينما دي جدا. قلنا نختار فيلم ايه؟ تعال نشوف اختارنا فيلم ايه. اخترنا فيلم ذا كرييتور، من الافلام الحلوه جدا، فعلا الفيلم قوي جدا، وهحكي لكم عن كل التفاصيل، مش هحرق الفيلم طبعا، هقول لكم رايي في الفيلم في نهايه الفيديو. اخترنا فيلم بقى يبتدي الساعة 10:30، الفيلم ابتدى 11:10، فقعدت بقى ألعب بالفشار وألعب بالكاميرا كده طول ما أنا قاعد لحد ما الفيلم يبتدي. فعلا كان وقت طويل أوي يا جماعة، إن أنت داخل السينما مثلا قبل الفيلم ب10 دقايق، مثلا 10:15، الفيلم ابتدى 11:10. طبعا كان وقت طويل جدا، ففضلنا نلعب بقى ونتسلى ونهزر ونتصور لحد ما الفيلم يبتدي. وابتدى الفيلم. أيتها الجماهير العريضة، الفيلم خلص، كان طويل شوية بس أنا انبسطت جدا. كان يوم رخم في الشغل بس الواحد فك شوية كده بعد يوم شغل. الفيلم كان حلو واتبسطنا بيه جدا، كان أحداثه سريعة. هو الفيلم ساعتين وشوية، يعني كان في أحداث كده كان ممكن تتشال، لكن الفيلم إجمالا أنا اتفاجئت بيه الصراحة. فيلم ذا كرييتور كان حلو جدا، أديله بتاع 8/10، لكن هو كان فيلم حلو قوي وأنا انبسطت بصراحة، كانت تجربة حلوة جدا، وكان فيلم جميل جدا 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 بصراحة. دي نهاية الفلوج بتاع النهاردة، أنا انبسطت معاكم جدا، يا رب تكونوا انبسطتوا بالفلوج السريع ده. كان يوم بس كنت مقفول شويه وقلت اخرج وانبسط شويه، وقلت اشارككم معايا اليوم النهارده، يا رب تكونوا انبسطتوا. ما تنساش تعمل لايك واشتراك. سلام.